تخيل في وسط التلاتة ما بين الفلوس والنفوذ زي الاسيوطي وفيوتشر والزمالك بيقدر النادي الاهلي يقاومهم ويعتلي القمه من تاني بعد فوزه على فاركو بثلاث اهداف، رغم ان قمر الدوله ومعرفش ليه اسمه قمر الدوله، امال ده لو ضلمه الدوله كان عمل فينا ايه؟ راح للفار ولغى هدف يحتسب 100% ما فيهوش اي حاجه بحجه ان حسين الشحات حاجب الرؤيه عن حارس المرمى، وده ما حصلش. لو بتتكلم على رؤيه ممكن تكون بتتكلم على رؤيه رمضان بقى، على رؤيه الهلال، على رؤيه العيد، على اي رؤيه تاني، على الرؤيه الشرعيه، انما رؤيه لاعب للحارس دي ما حصلتش النهارده. وارجع للعبه بعد كده، لعبه تاني لحسين الشحات، ضربه جزاء 100% ما فيهاش اي شك قدام عين قمر الدوله دوت، برده ما اتحسبتش، رغم ان هو غصب عنه حسب التانيه في اخر المباراه. خلاص بقى 2-0 فلا مش مشكله بقى. المهم يعني قدرنا نكسب باذنك يا رب في وجود الزمالك معانا اللي رئيسه مرتضى صاحب الوزير اللي بيقول له كن فيكون، واي حاجه مرتضى ما موجوده لك، وشبك له بك احقق لك احلامك. في وجود فيوتشر اللي صاحبه رئيس الانديه للمحترفين الكره المصريه اللي هو احمد دياب. رقم ثلاثة اللي صاحبه شوال الرز اللي بيقعد يفرق لحمة ورز من هناك بيبعتهم لهم هنا. فاحنا كتر خيرنا والله يكون في عوننا، معانا ربنا ومعانا جمهور النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي، وطول ما جمهوره موجود الاهلي بخير. الحمد لله النهارده ب 50 نقطه بنعتلي القمه ب 20 مباراه فقط. فيوتشر الثاني ب 48 نقطه لعب 23 مباراه. النهارده الحمد لله قدرنا نكسب بصرف النظر عن المعلق بتاع النهارده اللي هو تقريبا كان شغلته الاساسيه توك توك، بيقول لك لو حسين رايق حبه في 3 دقايق، لو بقى يا محمد يا شريف مش عارف اهدافك لايك وشير، يا محمد يا شريف اهدافك غير. وبعد كده بيقول لك محمد يا شريف جبتك في شيكا هدف مزيكا. فهو تقريبا كان حلمه يطلع موظف تكاتك. ما علينا، طبعا الحمد لله بالمعلق بالحكم باتحاد الكوره بفيوتشر بالاسيوطي بكل ده. عايز اقول لكم ان احنا النهارده بنسبه 99% ان شاء الله باذن الله وباذن واحد احد الدوري في الجزيره. وكده كده يا زمالك، كده كده يا فيوتشر، كده كده يا اسيوطي، كده كده يا اتحاد الكوره، يا وزير الرياضه، يا اي حاقد غلاوي على النادي الاهلي، الدوري في الجزيره عاملين لي فيها بطل، وانتم بتوع بليله. باذن الله ربنا ينصرنا في اللي جاي ان شاء الله، عشان خاطر جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم وصافي من جواه ما فيهوش الغل والحقد. انتوا خططوا وربنا هيفسد الخطط بتاعتكم. حسب الله ونعم الوكيل، والف مليون مبروك يا اهلاويه. سلام عليكم.